الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، نتكلم إن شاء الله حول العبادة، فنقول العبادة هي حق الخالق على المخلوق، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهي الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل وبعث الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه لعبادته وتوحيده. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهي حتى المفاصلة بين المسلمين والكفار، فقد أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن تميزه عن الكافرين، فقال جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وهذا هو منهج الأنبياء قبله مع أقوامهم، إذ يقول الله عن أحدهم وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وهي الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهي العهد بين العبد وربه، أن العبد في اليوم يقول 17 مرة إياك نعبد، يعني نخصك بالعبادة. والعبادة لغة هي الذل والخضوع والإذعان والطاعة. والعبادة شرعا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. والعبادة أنواع كثيرة، منها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية والخشوع والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله عز وجل بها لله جل وعلا. والعبادة من حيث تعلقها بالخلق تنقسم إلى قسمين. والعبادة من حيث الصحة تنقسم إلى قسمين. والعبادة من حيث الحكمة تنقسم إلى قسمين. والعبادة من حيث الآداب تنقسم إلى 3 أقسام. أما العبادة من حيث تعلقها بالخلق فتنقسم إلى قسمين: عبادة كونية وعبادة شرعية. والعبادة الكونية هي العبادة التي يعبد بها المخلوقات عامة، والتي لا خيار للمخلوقات في أدائها، فالله عز وجل ركب فيها عبوديته، وهي عبادة شاملة للكون وما فيه. والجمادات بحكم طبيعتها لا تخرج عن مقتضى عبودية الله، والإنسان قد يعبد الله وقد يشذ عن هذه القاعدة الكونية العامة بدافع عناد أو الجهل أو تأثير الشيطان، ولكنه يظل متعبدا لله جل وعلا رغم عنه في جانب من جوانب وجوده وحياته، وهو جانب لا يتأثر بإرادته، فهو مثلا لا يستطيع أن يوقف نبضات قلبه أو حركة فكره أو تعطل الأجهزة التي تتحرك متعبدة لربها، كما قال جل وعلا: يسبح له السماوات والأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
والعبادة الكونية يندرج تحتها الخلق كلهم حتى إبليس اللعين عليه من الله ما يستحق، فهو أقر بعبودية الله. ثانيا العبادة الشرعية، وهي العبادة التي أرسل الله بها الرسل وبعث بها الأنبياء إلى الثقلين لعبادته وتوحيده، وهي العبادة التي يؤديها المكلفون بها بكيفيات مخصوصة، والعبادة التي يؤديها المكلفون بها وهم قادرون على تركها أو أدائها، وفيها يتم امتحانهم، لأن للإرادة والاختيار دور في الآداء والترك، وهي محور التكليف وهي موضوع الامتحان الذي امتحن الله به بني آدم، إذ فيها تتمثل الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وهي الحد الذي يعرف به مدى اجتهاد الإنسان في حمله الأمانة ومدى تفريطه في ذلك. ثانيا العبادة من حيث الصحة تنقسم إلى قسمين: عبادة شرعية مشروعة وعبادة بدعية مبتدعة. والعبادة الشرعية المشروعة هي التي أمر بها الشارع، وهي التي جاءت النصوص بالأمر بها وبأدائها بكيفيات مخصوصة لا نملك أن نغير منها أو نضيف إليها، إذ أن العبادات ليست محلا للابتداع، إنما تؤخذ وتطبق كما جاءت صفتها في القرآن والسنة وكما طبقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدون حذف أو إضافة أو تعديل. وليس لأحد أن يجتهد بعد النبي عليه الصلاة والسلام لإحداث عبادة حتى ولو كان يفعل ذلك بنية العبودية لله، ومن يفعل ذلك فقد أعطى نفسه حقا تشريعيا لا يستحقه. الله جل وعلا يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال جل وعلا: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والعبادة البدعية هي العبادة التي وجدت نتيجة لعدم الالتزام بضابط الاتباع والرجوع في للنصوص الشرعية، وهي بدعية لكونها من ابتداع الناس، وهي غير مشروعة لأنها شرعها الناس في مخالفة الكتاب والسنة، وهي ما مقيدة بالشرع ولذا سميت بدعية كما يأتي معنا في التفصيل عن هذه العبادات البدعية. طيب، ثالثا العبادة من حيث الحكمة تنقسم إلى قسمين: واجب ومندوب. والواجب هو الذي أمر الشارع بفعله على وجه الإلزام والتحتم، والمندوب هو الذي ندب إليه الشارع ولم يرتب عليه عقوبة معينة على بعض المندوبات كما يأتي معنا في التفصيل. ثالثا العبادة من حيث الآداء تنقسم إلى 3 أقسام: عبادات لسان، عبادات بالقلب، عبادات بالجوارح. فعبادة اللسان كالشهادتين وتلاوة القرآن والاستغفار، وعبادات القلب كالنية، وعبادات الجوارح كالركوع والسجود كما يأتي معنا في التفصيل إن شاء الله في هذه العبادات. طيب، والعبادة لها شرطان: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كما يأتي معنا إن شاء الله كذلك في التفصيل في إخلاص النوع الأول العبادة، وهو إخلاص العبادة لله جل وعلا وضدها الشرك. ثانيا المتابعة، متابعة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام واجب، لأن الله أمرنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لنا معبود واحد ولنا متبوع واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وتتمخض من المتابعة 6 أمور: أول سبب العبادة، جنس العبادة، زمان العبادة، مكان العبادة، قدر العبادة، كيفية العبادة.
فأي عبادة تريد أن تعبد الله عز وجل بها لا بد أن تضبطها بهذه الستة أمور. فأي عبادة تعبدها لابد تعرف جنسها، والجنس هو جنس الصلاة خلاف جنس الصوم. ثانيا تعرف السبب الذي بعثت به، السبب الذي فعلت به هذه العبادة، السبب الباعث لهذه العبادة، فهل لها سبب في الدين أو لا؟ لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا زمان العبادة. والعبادات من حيث الأدمية تنقسم إلى قسمين: عبادات عندها أزمنة وعبادات ما عندها أزمنة. العبادات اللي عندها أزمنة كشهر رمضان وكالإمساك ده كله له أزمنة، والعبادات اللي عندها أزمنة كتلاوة القرآن والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. رابعا العبادات، من العبادات ما في عبادات لها أمكنة وعبادات ليس لها أمكنة. فالعبادات التي لها أمكنة تؤدى في أمكنتها كالحج مثلا مكانه عرفة. لو أن رجلا اختار أن يحج إلى المغرب ما قبل حجه لأنه اختلف المكان، أو أن يحج في السودان أو في مصر لا يقبل منه حج لأن مكان الحج هو البيت الحرام وهو عرفة. وفي عبادات ما عندها أمكنة كتلاوة القرآن. طيب، خامسا قدر العبادة. أي عبادة تريد أن تعبد الله عز وجل بها لا بد تعرف هل لها عدد في الشرع أو لا. فلو عرفت لها عدد، هذا العدد يقبل الزيادة ما يقبل الزيادة. كصلاة الفجر ركعتان، لو أن رجلا قال إن صلاة الفجر صلاة طيبة فنحن قلنا نجعلها 4 ركعات، لو قلنا هذا باطل لأنه خالف الرقم والعدد الذي وضعه لنا الشرع. وكحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. لو أن رجلا قال ما دام الذنوب تغفر مثل زبد البحر إذا أنا أجعلها 99 99 99 في كل واحد، لقلنا هذا عمل باطل مخالف للشرع. إذن العبادات لا بد تعرف لها أرقام، والما لها أرقام تؤديها ساي كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار وغير ذلك من العبادات التي لا رقم لها، والمراقبة تؤدى برقمها من العبادات. سادسا كيفية العبادة.